السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. طبعًا بعد اللي حصل بقى والقرارات اللي عمّالة تنزل ديّة، وكل يوم إلغاء مادة وإضافة مادة وحَسْم مش عارفة إيه ودمج مواد والكلام ده كُلّه، دلوقتي بقينا محتارين هنذاكر زي ثانوية عامة، بقوا 5 مواد بدل 7 مواد. طب هل كده التنسيق هيعلى والّا هيقل وأنا أذاكر إزاي وأشغِل دماغي بإيه؟ وإيه الحاجات اللي أنا أحطها في عقلي وإيه الحاجات اللي أنا أكنسلها خالص، وإزاي أكون قادر وواثق من نفسي إن أنا أقدر أحل إن شاء الله في الامتحانات وأركّز على إيه بعد كده، وهل الامتحانات اللي فاتت هتفيدني والّا لأ، وإزاي أتأكد إن أنا ماشي صح إن شاء الله. كل الأسئلة ديّة وكل حاجة ليها علاقة بالمذاكرة الصح إن شاء الله هاقولها في الفيديو ده، ركّز معايا في الفيديو ورقة وقلم زي ما قُلت لكم، ونكتب إن شاء الله كل حاجة هاقولها في الفيديو ده، مهم جدًا تسمع الكلام اللي أنا هاقول لك عليه. أول حاجة عشان أقول أنت إزاي تذاكر لازم أقول أنت بتفهم إزاي، بمعنى أنا كإسراء لمّا مثلًا باجي أذاكر أنا بافهم عن طريق السماع، عن طريق سماع الفيديوز، عن طريق إن أنا باشوف فيديو مثلًا قدّامي، عن طريق إن في حد بيشرح قدّامي وأنا باستقبل المعلومة عن طريق البصر وعن طريق السمع. فأنا باستقبل المعلومة من إن أنا باسمعها وإن أنا بافهم المعلومة عن طريق حد بيشرحها لي. ناس تانية بتستقبل المعلومة عن طريق إنه بتقعد تكرر الكلام كذا مرّة، تقعد تكرر الجملة، تقعد تبُص كويس وتركّز في الكلام وكده بتفهم. في ناس تالتة بتفهم المعلومة عن طريق الكتابة، وكل ما تكتب أكتر كل ما تسجّل معلومات أكتر وكل ما تحفّر في دماغها وتحس إن هُم فعلًا قادرين إن هُم يفهموا الدنيا والدنيا معاهم ماشية تمام. فإحنا كأشخاص بتختلف رؤيتنا للأشياء وبالتالي بيختلف استجابتنا واستقبالنا للأمور اللي قدّامنا. فإحنا دلوقتي عشان أقدر أقول أنت إزاي تذاكر صح، لازم أقول أنت بتفهم إزاي، أنت بتقدر تستقبل المعلومة إزاي علشان تقدر أصلًا تفهمها وتثبّتها في دماغك، تمام؟ دي أول point عايزة أوضّحها. وبالتالي أغلبية الناس بتلاقيهم يستقبلوا المعلومة زي ما أنا قُلت قبل كده، إنه عن طريق أنت بتسمع الحاجة حد بيشرحها لك، حد بيفهمها لك، فهمت منه المعلومة استُقبلت، ذاكرت المعلومة خلاص حفظت في دماغك واتحفرت في دماغك، ومن هنا هنبدأ الsystem بتاعنا وsystem المذاكرة بتاعنا في النظام الجديد. بُصّوا دلوقتي أول حاجة تشيلها من دماغك خالص عشان تقدر تركّز وتقدر إن شاء الله تستجيب لأي حاجة هتحصل بعد كده، ويكون عندك مناعة. أهم حاجة في ثانوية عامة يكون عندك مناعة إنه أي قرار هينزل هيتطبّق على الكل مش هيتطبّق عليَّ أنا لوحدي، وبالتالي ما آخُدش الموضوع بشكل شخصي وأقعد مركّزة إن أنا أخلّص كذا وأعمل كذا، لأ. أنا أهم حاجة إن أنا أكون قادر إن أنا أُنتج في الموضوع ده، قادر إن أنا أستجيب لأي مؤثِّر هيحصل وأي حاجة هتتحط لازم ما آخُدش الأمور بشكل شخصي، ورَد فعلي ما يكونش عنيف على أي حاجة هتحصل. الموضوع يطبّق إنه 5 مواد والّا 7 مواد، خلاص دي على الكل مش عليك أنت لوحدك، وبالتالي خلاص كُلّه هيطبّق عليه كده، كُلّه هيذاكر بالطريقة دي، كُلّه هيركّز بالطريقة دي، فكُلّه هيكون عنده القناعات دي. فأنت لازم بقى تذاكر وتعتمد بقى النهارده إن هُم 5 مواد مش 7 مواد. هاقول لكم بقى إزاي نذاكرهم. أول طريقة عشان نذاكر صح هتسمع الفيديو. فيديو من أي حد بتحبه، أي حد بتفهم منه، أي حد مؤهل إن هو يشرح لك المادة العلمية، تمام؟ فهمت المادة كويس، استقبلتها كويس، وموضوع حد مؤهل ده اعرفه من فهمك للموضوع، فهمته والله يبقى الشخص ده كويس، ما فهمتش الموضوع يبقى الشخص ممكن يكون كويس برضه بس ما قدرش يوصّلك المعلومة، فتشوف حد تاني، خلاص نمشّي دنيتنا يعني. فأنت تمام، بتسمع فيديوز أونلاين أوكي، مشترك منصات تمام، بتنزل سناتر تمام، بس السناتر بيقولوا إنها هتتقفل وكده، فعايزين نكبّر دماغنا من موضوع الأوفلاين ده ونكمّل أونلاين، تمام؟ فإحنا دلوقتي قُلنا إن إحنا هنسمع الفيديو أونلاين والكلام ده كلّه. خلاص أنت سمعت الفيديو، بعد ما تسمع الفيديو وأنت فهمت الفيديو ممكن تسمع الفيديو مرّة و2 ما فيش مشكلة، المهم تحس بعد ما تخلّص الفيديو إن أنت فهمت. فهمت من أول مرّة، من تاني مرّة مش مشكلة خالص، وما تزعلش من تكرار المعلومة، وما تزعلش من تكرار أنت عمّال تسمع الفيديو مرّة و2 لأ عادي خالص. المهم إن أنا أستقبلها وإن أنا أفهمها صح، وبعد ما أخلّص مذاكرة وبعد ما أخلّص سماع الفيديو أكون مؤهل إن أنا أقوم أذاكر، تمام؟ فخلاص إحنا وصلنا لنقطة إن أنا سمعت الفيديو وفهمت خلاص من المستر اللي أنا باسمعه والحمد لله الدنيا تمام. سمعت الفيديو، تقفل الفيديو، تبعد الموبايل عنك خلاص، الموبايل انتهى دوره، دور الموبايل انتهى من وقت ما خلّصت سماع الفيديو، من وقت ما الدرس بتاعك خلص الأونلاين دور الموبايل انتهى. يعني الموبايل يبعد عنك بشكل كلّي، الموبايل ما يكونش جنبك إطلاقًا بأي شكل من الأشكال، سواء طلّعته برّه الأوضة بتاعتك اللي أنت بتذاكر فيها، سواء ادّيته لأي حد من أهلك مسؤول عنك وإن هو يدّيه لك بعد ما تخلّص مذاكرة، تشوف حاجة مثلًا تsearch عن حاجة. المهم تعرف إن أنت في وقت المذاكرة، سيبك من أولى ثانوي، أولى ثانوي إحنا كنا بنلعب فيها، فعايزين نركّز دلوقتي، عايزين نركّز في السنة اللي إحنا فيها، عايزين نركّز في الفرصة اللي جات لنا من ده، فعلًا فرصة من ده. ناس كتير غيرك يتمنوا نُص فرصة عشان يوصلوا لحلمهم، أنت عندك فرصة كاملة، عندك فرصة بجد ذهبية. أنت المنافسة شديدة فعلًا، المنافسة هتبقى شديدة أكتر، بس أنت كل واحد ياخد نصيبه وأنا أعمل اللي عليَّ. أنا ما اسيبش قدّامي حاجة أرجع أندم بعد كده إن أنا فرّطت في الحاجة دي، إن أنا ضيّعت الحاجة دي، إنه كانت قدّامي وأنا اللي سِبتها، لأ. أنت تستغل كل الفرص اللي عندك، تستغل كل الفرص اللي ربنا ادّاها لك وكل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لك، عشان تقدر تكبّر النعم دي، وتقدر إن أنت بعد كده تكون شخص قادر إن هو يُعتمد عليه، وشخص يشيل المسؤولية فعلًا.
فالموضوع ده هييجي فعلًا من الوقت ده، من الوقت ده هتشيل مسؤولية السنة دي، إنك تكون قد المكان اللي أنت وضعت فيه، تمام؟ فخلاص الموبايل تبعده عنك، وسمعنا الفيديو، دي بقى خطوة المذاكرة والخطوة المهمة. هتذاكر الدرس، هتذاكر الدرس إزاي؟ والله هتذاكره عن طريق إنه أنت هتقرأ الدرس عادي جدًا. بعد ما تقرأ الدرس، دي المذاكرة اللي أنا باعملها واللي أنا بارجحها، لإن دي الطريقة الصح. أولًا المذاكرة بالنسبة للزمان والمكان وبالنسبة للأشخاص، يعني أكننا بنروي كده قصة. بالنسبة للزمان والمكان، الزمان بتاع المذاكرة أي وقت أنت تحبه، أي وقت أنت مركّز فيه، تمام. يُفضّل بعد سماع الدرس مباشرةً، يعني أنت سمعت الدرس مركّز تابع الدرس، كمّل مذاكرة، كمّل مذاكرة بعد الدرس. عايز تفصل شوية، تمام، تحب تذاكر الصبح بدري، تمام، تذاكر بالليل، أي وقت أنت تحس إن أنت عقلك مؤهّل إن هو يستقبل المعلومة، ذاكر في الوقت ده. خلاص قُلنا ده بالنسبة للزمان. بالنسبة للمكان، ذاكر في مكان يكون مؤهّل للمذاكرة برضه. إزاي؟ مكان يكون نضيف، مكان يكون تهويته حلوة، مكان يكون فيه هدوء، مكان يكون مخصص ليك للمذاكرة كده لوحدك، مكان يكون ما فيهوش مشتتات كتير، مش قاعد بقى باذاكر قدام التلفزيون، قاعد باذاكر جنب الموبايل زي ما قُلت، قاعد باذاكر على السرير، لأ ما فيش الكلام ده خالص. أنا أذاكر في مكان للمذاكرة، ذاكر على المكتب، ذاكر في أوضتك كده، ذاكر في البلكونة، أي مكان تحس إن هو هيدّيك power كده ويدّيك روح حلوة للمذاكرة، ذاكر فيه، تمام، تمام. خلاص ده مكان المذاكرة. بالنسبة للشخص أنت اللي هتذاكر، لازم تكون وأنت بتذاكر كده عقلك هادي كده، وعقلك فاضي كده من أي حاجة ومن أي دوشة حواليك، من أي مواضيع تكون حواليك. استعين بربنا في حاجة زي ديّة، وبنستعين ربنا في كل حاجة، بس موضوع إن أنا أفضّي عقلي عشان أذاكر دي بتكون حاجة صعبة شوية، ومش كله بيقدر يعملها، تمام. فإحنا خلاص دلوقتي اتفقنا إنه إحنا هنذاكر إزاي وهنذاكر فين وهنذاكر إمتى، وقُلنا طريقة المذاكرة. إحنا كنا واقفين عند point اللي هو إن إحنا هنفتح الكتاب بقى نقرأ الدرس عادي جدًا. بعد ما نقرأ الدرس هنعمل إيه؟ أنت قرأت الدرس اللي أنت لسه واخده، هنقرأ الدرس بقى تشوف النقط المهمة اللي أنت كتبتها ورا المستر وأنت بتذاكر، النقط المهمة اللي المستر أكد عليها وأنت بتذاكر، وأنت بتسمع الفيديو المستر أكد على النقطة دي مهمة ودي مهمة ودي مهمة، دي تتكرر في الامتحانات، دي مثال عليها كذا كذا. أنت كاتب ورا النقطة المهمة اللي أكد عليها، تقرأ النقطة المهمة ديّة، تعلّم كده بالhighlighter في الكتاب على النقطة المهمة اللي المستر أكد عليها ديّة، وتركز فيها برضه. لو معاك sticky notes برضه يبقى يا حبذا طبعًا. وكده خلاص خلصنا part المذاكرة اللي هو إحنا هنذاكر، هنقرأ الدرس، هنحفظ الأجزاء المهمة، هنعلّم بhighlighter على الأجزاء المهمة، هنقرأ الأجزاء المهمة اللي المستر أكد عليها. ده كده وقت المذاكرة انتهى، تمام، تمام. وقت الحل، وقت الحل ده أهم وقت أصلًا ولازم يخصص. لو أنت هتذاكر في يومك 40%، 30%، اليوم بقية اليوم 60 و70% يكون الحل. الحل مهم جدًا، محتاج تدرّب أفكار كتيرة، محتاج تدرّب على أمثلة كتيرة، محتاج تدرّب على الأفكار بتيجي إزاي وبتتحط إزاي، ودماغ الشخص اللي بيحط الفكرة. ما هو أنا عشان أتجنب أي ثغر أقع فيه وأنا باذاكر، لازم أعرف الشخص اللي بيحط الامتحان والشخص اللي واضع الأسئلة دي دماغه عاملة إزاي، بيركّز على إيه، الأرقام مهمة بالنسبة له، الكلام المهم بالنسبة له، الأجزاء العملية في الموضوع المهم بالنسبة له، بيركّز على إيه بالضبط. لازم أفهم دماغ الشخص اللي قدّامي عشان أتجنب أي خداع يوقّعني فيه، تمام. فدلوقتي أنت بتذاكر عادي جدًا، شوف الشخص اللي قدّامك ده بيحط الامتحان إزاي، بيحط أسئلة إزاي، افهم دماغ الشخص اللي بيحط الامتحان. فهمت دماغه خلاص، عرفت إن هو بيركّز على النقط المهمة بتتكرر كتير، عرفت إن هو بيركّز على الأجزاء اللي تتربط ببعضها عشان يجيب أفكار أكتر، تمام، أي حاجة. المهم تحل كتير. بارشّح إيه في الحل؟ بارشّح كتاب التفوق. طلبت كتاب الحل في الكيميا، الكتاب جالي. بُصّوا الكتاب كلّه حل، كلّه بجد يعني فيه على الأبواب كلّها. بُصّوا الكتاب مليان أسئلة، يعني أسئلة كتيرة جدًا وأسئلة شاملة ومتنوعة، يعني مجالات كتير وأسئلة كتيرة، وأسئلة على كل باب، أسئلة على كل فصل، أسئلة على كل جزئية، ومعاه كمان الإجابات بتاعته. الإجابات كمان ديّة يعني بتجيب لك، مش بس بيجيب لك الحل بتاعه، لأ بيجيب لك الحل وليه اختار الحل ده، ليه اختار الاختيار ده، إزاي حل السؤال ده، كأن معاك مدرس. يعني بيحل معاك من غير ما تحتاج أي حاجة خالص، بحيث أنت لو قاعد مع نفسك في البيت تحل الكتاب وتحل كل حاجة. الحل فيه كتير، هتحس إن هتزهق من كتر الحل، بس ده اللي أنا محتاجاه في السنة دي، محتاجة إن أنا أحل كتير. يعني الكتاب عدد الصفحات خلاص داخلين على 460 صفحة. فاللي هو الكتاب كبير، الكتاب كبير وأسئلته كتيرة، فأنت محتاج إن أنت تحل كتير، محتاج إن أنت فعلًا لازم تحل الكميات دي، لازم تحل الأجزاء دي كلها. فأنا ده اللي بارشحه بصراحة للحل، كتاب التفوق. يعني كتاب فيه امتحانات على كل الدروس، امتحانات على كل الجزئيات، امتحانات على كل الأبواب. فشايفة إن الكتاب فعلًا ما قصّرش في أي حاجة، وده اللي أنا بارشّح فيه في النظام والوقت اللي إحنا فيه ده، إنه الحل بتاعه كتير والحل بتاعه مهم والحل بتاعه مفسّر. باعرف أنا حليت السؤال ده ليه، باعرف أنا اخترت الاختيار ده بناء على أساس إيه. ده اللي أنا رشّحته في الكيميا. بصّيت برضه على الفيزيا، ثواني، الفيزيا نفس النظام برضه، ده شكل كتاب الفيزيا بتاع الأسئلة. جِبت أسئلة أشوفه كده، وكتاب الأسئلة كبير أكبر من الفيزيا. يعني الكتاب هنا حوالي 525 صفحة. الكتاب كبير فعلًا في الفيزيا، ده اللي أنا محتاجاه برضه.
وأهم حاجة لقيتها برضه في الفيزيا وعجبتني إنه الفيزيا عبارة عن مسائل، الفيزيا المسائل وكل الحاجات اللي فيها والقوانين دي محتاجة صور، لقيت في الكتاب برضه صور كتير، يعني الكتاب مليان صور برضه، علشان أنت مش بس بتحل في الفيزيا مسائل، أنت بتحل برضه قوانين، بتفهم فكرة القانون اتحط بناءً على إيه، وده اللي بيختبر فيه النظام الجديد، وده للأسف اللي بيخلّينا دايمًا خارجين من أي امتحان بنشتكي من صعوبة امتحان الفيزيا، ليه امتحان الفيزيا صعب على مدار السنين دي كلها؟ الطلبة مش فاهمين الفيزيا بتتذاكر إزاي. الفيزيا مش مجرد قانون باحل عليه مسألتين والموضوع انتهى، لأ مش كده، الفيزيا مجرد قانون من أصل القانون نفسه، أفهم القانون جه إزاي، عشان أعرف اللي حط القانون ده كان بيفكر في إيه وقتها، بتتذاكر كده الفيزيا، مذاكرتها صعبة، مذاكرتها صعبة، بس هي كده نعمل إيه يعني؟ فربنا يوفقكم، هي بس الفكرة محتاجة إن أنت تفهم اللي قدامك عشان تفهم أي حاجة هيحطها لك هتبقى عاملة إزاي، تفهم أي خداع هيحطه يبقى حاطه بناءً على إيه، يبقى حاطه شكله عامل إزاي. فاهمين النظام بقى ماشي إزاي؟ افهم يا جماعة، افهموا كل حاجة حواليكم، اتعلموا تسألوا كتير، اتعلموا تسألوا كل حاجة اتحطت بناء على إيه واتحطت على أساس إيه. انتوا مع الفيزياء في الإجابات برضه بتاعته بيفسر لك إجابة اختارت بناء على إيه والمسألة بتتحل إزاي والكلام ده كله، ودي أكتر حاجة حاباها في موضوع الأسئلة ده، إنه في الإجابات والتفسيرات بتاع الإجابات دي كلها. تمام. طيب عايزة بس أتكلم عن آخر جزئية بعد ما اتكلمنا عن المذاكرة واتكلمنا عن سماع الفيديوهات واتكلمنا عن الفهم واتكلمنا عن الحل والكلام ده كله، نقص التكرار، لازم يكون عندك تكرار في ثانوية عامة، المنهج كبير، منهج واسع، والمنهج محتاج أنت دايمًا تكون فاهم كل تريكاته وكل أجزائه، ومحتاج تكرر يعني، محتاج تكرار، محتاج تكرر كل جزئية تذاكرها بتتذاكر إزاي وبتتفهم إزاي، محتاج كل فترة تحط اللي فيه كده عندك، كل مثلًا أسبوع هاراجع الكيميا اللي أنا خدتها النهارده، كل يوم خميس مثلًا هاراجع على الفيزيا، كل يوم مثلًا يوميًا إن شاء الله هاحل على الفيزيا، لازم يكون عندك كده في يومك إنه عندك روتين تعمله، باحاول برضه بإذن الله أعمل لكم روتين يومي لثانوية عامة تمشوا إزاي والكلام ده كله، لإنه فعلًا يعتبر أول سنة في النظام الجديد بعد التعديلات دي كلها، فهنشوف إن شاء الله الدنيا ماشية على إيه، أهم حاجة بس ما تيأسوش، اسمعوا الكلام اللي قُلت لكم عليه، ويا ريت تكونوا كتبتوه زي ما قُلت لكم ونبهت عليكم في أول الفيديو، إن شاء الله السنة هتعدي على خير وتكون من أجمل سنين عمركم، بس الفكرة ما تيأسش من أي حاجة وما تحطش أي حاجة في دماغك، استعين بربنا في كل وقت، ربنا هو اللي هينجدك، ربنا هو اللي هيحل لك كل حاجة في حياتك، ربنا هو صديقك، ربنا هو حبيبك، ربنا هو طبيبك، ربنا هو اللي هينجدك من أي حاجة وهينجيك من أي حاجة وهيوفقك لكل خير، ربنا. دايمًا خلّي ربنا في حياتك كلّها، اشرح عليك تبقى حلوة واستعين بربنا، وإن شاء الله السنة تعدّي على خير وتحسّوا إن أنتم فعلًا أثمرت باجتهاد حلو وأثمرت بنتيجة حلوة، وربنا يكرمكم بإذن الله، ومش هيخيب تعبكم أبدًا، ومش هيخيب ظنكم بيه سبحانه وتعالى. بالتوفيق يا رب.